نصيحة الجمعة الساعة 7 مع فنون مع هبة. النهاردة هقولك ازاي تحافظي على البوتاجاز بتاعك وتزودي من عمره الافتراضي، وهقولك ازاي تنضفيه بكل امان. تنظيفة البوتاجاز كلنا بنشيل همها، بس انا جاية اقولك ما تستخدميش فيها غير الصابون بتاع المواعين بتاعك ايا كان نوعه وسبونج خفيفة كده. اولا انا بحب السبونج دي جدا وطلعناها لكم قبل كده في فيديو. هي سوفت خالص كده، بس هي فيها ايه شويه سلك كده، اللي هو لو اي حاجه موجوده بتطلع. بلاش نستخدم في البوتاجاز بتاعنا سلك، لان السلك اوقات بيجرحه، حتى لو ستانلس ستيل بيتجرح. وفي انواع كمان بتتقشر، اللي هي واخده طبقه جولد او واخده طبقه اسود، او الحاجات دي بتتشال خالص بتتخربش ماشي. لكن الستانلس ستيل بتتجرح بتلاقي فيها خدوش كده. فيفضل ان انت تستخدمي سبونج سوفت كده، وتستخدمي صابون المواعين بتاعك بس ده بشكل يومي او بشكل دوري، اللي هو التنظيفه العاديه. خليكي بقى كل فتره والتانيه كده، اللي هو تنظيفي كل شهر، تنظيفه العيد، التنظيفات اللي هي العميقه دي ممكن ان انت تستخدمي فيها سيترس باور، اي حاجه بقى انت حباها مذيبه للدهون. لكن التنظيفه اليوميه يفضل بدول. وفي حاجه كمان بصوا بقى، ده تحفه. ده بقى في التنظيفه اليوميه اللي هي الاساسيه، اللي هو بعد ما عملتي اي اكل رشه كده بسيطه اخر اليوم، لو بوتاجازك نظيف معلوش حاجه، رشه كده بسيطه، حتى ما تكمليش الدوسه على اليد بتاعته دي، رشه صغننه قوي كده، وبمنديل او بفوطه المطبخ بتاعت البوتاجاز هتنشفي بيها، هتخلي البوتاجاز بيبرق حرفيا. عارفه الفيديوهات اللي بيجيلك فيها لمعه كده بس هما بيبقوا حاطين فلاتر؟ لا، ده فعلا بيلمع الستانلس ستيل بتاعك بتاع سطح البوتاجاز من غير فلاتر. بجد حلو جدا جدا. انا ببقى على طول بنضف عادي بسبونج والصابون المواعين بتاعي ايا كان نوعه، لاني بغيره كل فتره. وبقى في العادي لما البوتاجاز يبقى نضيف بستخدم ده. وبس كده، يا رب اكون افدتكم في فيديو النهارده، واستنونا كل جمعه الساعه 7 في نصيحه الجمعه. يلا باي.